السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني. الأول بنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل بقى القرص الطرية الفلاحي اللي عسل عسل عسل. معايا بقى، تعالوا بقى، 2 بودر. هنعمل الأول 6 كيلو دقيق. 2 بودر، واحد فانيليا، واحد بيكنج باودر. معايا عجوة، معايا ريح الموز ده سمسم، ريحة السمنة البلدي، ريحة الموز، ومعايا 4 معالق سكر أو 5 معالق سكر، معايا ذرة ملح، معايا 3 زبادي، معايا زيت وسمنة، معايا 2 كيلو دقيق أو 3 كيلو دقيق. أنا هكمل عادي بمية. اللي معايا دول 3 كيلو دقيق يا جماعة. 3 كيلو لبن. 3 كيلو لبن. عايزة تزودي بمية يبقى 2 كيلو دقيق وتزودي مية عادي، مش فيها أي حاجة. تعالوا كده بقى نبدأ ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هننخل الدقيق بتاعنا. معايا 6 كيلو دقيق. انا جبت بقى 3 زبادي، قلت كده حاجة تدينا طعم اللبن رايب وتطر القرصة وتخليها حلوة. على ما ننخل الدقيق كده اقول لكم الكيلو الدقيق يا جماعة بياخد 1.5 كوباية سمنة او زيت. يعني بس انا من الاحسن يعني بكتر السمنة عن الزيت شوية. 1.5 كوباية هيبقوا سمنة وزيت. هنا بقى معايا لبن يكون دافي، هنحط فيه الخميرة والسكر بتاعنا ونقلبهم ونسيبها بقى تخمر مع نفسها كده شوية على ما نشوف هنعمل ايه. معايا العجوة هي، على ما الخميرة بتاعتنا تتفاعل مع بعضها. نشوف بقى هنعمل العجوة ولا هنعمل ايه يا جماعة. السكر بقى كوباية ملت يا جماعة، والله كوباية ملت، بس مش عارفة في ايه. ما اجيب حاجة تانية واسعة ولا حاجة. مفيش فايدة. المهم، معايا الدقيق كده. هننزل الاول كده نحط السكر، ال- السمسم، وذرة الملح. هنحط الروايح بتاعتنا. هننزل بشوية سمسم حلوين كده، واسيب الباقي نشتغل بيه. هننزل معايا 2 بودر. 6 كيلو عليهم 2 بودر. ومعايا الفانيليا بتاعتي، فانيليا دريم، ريحتها حلوة جدا. ريح الموز وريحة السمنة البلدي، واحدة وواحدة. انا بقول المقادير تاني معايا اهو. احنا بنحط واحدة ريحة الموز، وواحدة ريحة السمنة البلدي، وواحدة فانيليا. وشفتوا اهو واحدة لا يا رب، 2 فانيليا. 2 فانيليا، واحدة من اللي هي الطويلة دي وواحدة دريم كانت عندي في التلاجة. دي بقى معايا العجوة. تعالوا اما نقولكوا نعمل ايه. نحطها بقى هنا على نار بشوية لبن، شوية سمسم، شوية سمسم حلوين كده، وشوية بقى سمنة من اللي عندك، وشوية بقى روايح، ريح الموز، وشوية فانيليا. دي سمنة اهي. دي كانت سمنة جنة حلوة برضو وشغلها حلو. وحطيت بقى فانيليا، ريح الموز. وخلاص على كده سيبها بقى على نار هادية، هتفك وهتبقى زي العسل. هنا انا عاير 1.5 كوباية. انا كده حطيت 3 أو 4 زيت. 4 زيت كده. احنا هنكمل بالسمنة اللي معانا. هي السمنة تقريبا كانت كيلو عندي، والعلبة دي طبعا بتبقى كيلو إلا ربع، فانا عملتها وكملت زيت. بتحطوا كتير كده ليه؟ طبعا لا، ده مش كتير يا جماعة. احسبيها كده، 1.5 كوباية سمنة او زيت عالكيلو، يبقى ال2 كيلو 3 كوبايات. وهاتي كمان 2 كيلو، يبقى كام؟ 6 كوبايات. وهاتي ال2 كيلو التانيين برضه، يبقى 7 8 9 كوبايات. يبقى ال6 كيلو خدوا معانا 9 كوبايات. تنضيف بقى الزبادي بقى ونبدأ نشتغل بقى. لازمتها الزبادي؟ ما انت هتحط لبن، قلنا دي زي اللبن الرايب، هتطر معايا القرصة وهتخليها حلو. يعني ريحة اللبن الرايب يعني. قلبي بقى. طبعا انا بعجن على الرخامة، بوريكم بس كده في الاول، لكن انا هننزل ونشمر ونعجن على الارض. الجو بقى ساقع، وبيحب القرص، يحب الكيك، يحب الحاجات السخنة. مم. طبعا لازم نشمر، فانا هكمل واحدة واحدة بقى على الارض يا جماعة. بس اما اوريكم بس شوية كده بنعمل كده. هنضيف اللبن حبة حبة.
اللبن انا استغليت 3 كيلو لبن. عايزة تحط 2 لبن وتكملي بقى مية، ده حاجة ترجع لك برضو، مش هيقول لا. كده انا كنت عجنت شوية على الارض وهكمل عجين فوق برضو تاني. بحاول اوريكم كل حاجة واحدة واحدة. القرص بجد جميلة. كده خلاص، كمان شفت وشها فتح ازاي، ولا مشققة ولا اي حاجة. اختمي بقى العجين بتاعك، ونقطة زيت بقى على الوش كده ودهنها، وكيس نايلون ولا اي حاجة وحطيه. زيت التموين يا جماعة عادي والله، ما ليه ريحة ولا اي حاجة. طول عمرنا شغالين بيه، ملوش اي ريحة. هنضيف عليه بقى كيس ونسيبها ترتاح شوية، ونشوف هنعمل ايه تاني. نضف الحتة ورانا كده ونظبط والامور بتاعتنا كلها. تعالوا بقى نشوف العجوة بتاعتي اهي، شفتوا بدأت ايه تفك معايا. الله الله على الريحة، يا جمال الريحة. ريحة الفانيليا وريحة الموز بتاعتها جميلة تحفة. صح، ده هسيبها شوية. هنا بقى بعد ما حلت، تعالوا بقى نقعد ونشوف بقى. قعدنا، ما ينفعش نشتغل واحنا واقفين. هعملها مدورة زي ما انتوا شايفين كده، زي السرة كده، وبحط فيها حتة العجوة. اعمل شوية قدام مني كده حلوين، وبعد كده ابطط. ما بتاخدش وقت. زي ما انتوا شايفين. طبعا كانت والدتي قاعدة معايا، ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة والعافية. اه. عندي اللي قدامي دي كده حشيتها كلها. شوية اعملهم بتريح العجينة، وابدأ ابطط وانقل في الصواني. شوية سمسم بقى على الوش كده. ظبط امورك عشان القرصة تبقى شكلها حلو وجميل. عايزة تحط بقى حبة البركة، عايزة تحط اي حاجة تانية، ده حاجة ترجعلك. انا حاطة ايه؟ سمسم. شفتوا بقى بعد ما عملنا القرص اللي بعجوة، دي شكل القرص اللي بعجوة. تعالوا بقى نعمل السادة. عملت حبة سادة كده، بس عملتهم ايه؟ بانيه. عشان ابقى عارفة دي من دي. يعني ايه بانيه؟ يعني بفردها كده زي ما انتوا شايفينها، وبططها كده، واقوم مقطعها بالسكينة ايه، صوابع صوابع كده. دي البانيه. عملت المدورة بعجوة وايه، والبانيه ده عملتها سادة. سهلة وبسيطة، وما بتاخدش وقت. البانيه دي كمان في العمل، يعني ممكن تعملها كلها كده بانيه كده صغيرة. سهلة جدا يا جماعة. وشوية السمسم على الوش، اوعي تنسي السمسم. ولو ما حطيت السمسم مش هيجرى اي حاجة، هي اصلا فيها سمسم. زي ما انتوا شايفين بقى كده. برضو دي صواني البانيه بتاعتنا هي. بالهنا والشفا حبايب قلبي. ودي بقى بصوا بقى شكلها بعد ما طلعت فلة فلة، لونها ذهبي وزي الفل وخمرة وجميلة. ودي اللي بالعجوة. نكسر بقى كده ونشوف. الله، كانت طعمها والحتة ايه، ما اقولكوش، الجيران شمت الريحة. بالهنا والشفا حبايب قلبي، يا ريت تجربوها وتدعمونا باللايك والشير. وشكرا لكم حبايب قلبي.